كنت راح اجيب لي عباية جديدة. طبعا العباية دي حبيبة قلبي، هي اللي بتخليني وزة ومزة وجامدة، والمسائل عندي عالية، روقان وجمدان ما شفتش بعد كده. طبعا انا وزني 90 كيلو، التفاح فوق بارز وكبير جدا، الرمان ورا حاجة بجد كده خيالية، حاجة كبيرة جدا. المهم، حصل لي موقف مع بياع بترينة ملابس وكده، وهي الوحيدة اللي لقيتها اللي فيها العباية السوداء. أنا بعشق العبايات السوداء والزرقاء، بعشق اللون الأزرق كمان لأنه لون جميل، بعشق العبايات البيضاء، بس أكتر حاجة السمرة، لأن دايما اللون المسمر هو اللي بيبقى حلو وجميل. المهم، حصل لي موقف مع بتاع الباترين اللي بيبيع العبايات وكده. المهم، في يوم من الأيام اتشيكت ولبست العباية بتاعتي، كنت رايحة اشتري واحدة جديدة فاهمني، واتبرفنت وظبطت نفسي. وبعد كده طلعت، فضلت ادور في البلد على بياع بيبيع عبايات سودة او عبايات زرقاء. المهم كنت عايزة اشتري لي عباية او عبايتين. المهم فضلت الف والف والف، اروح لده وده وده، ما لقيتش عند اي حد اي عباية، معظم بيبيع حاجات مش كويس مش حلوة. كنت عايزة حاجة معينة، سيستم معين. بعد كده حصل ان في واحد من البياعين دول قال ان في واحد عنده باترينا، الراجل ده متطرف شوية في منطقة بعيدة شوية، بس هتلاقي كل حاجة اللي عايزاها عنده. بصراحة حاجاته نظيفة جدا وحاجاته مستوردة، وبيجيب من الخارج، بيجيب يعني عبايات من دبي، بتجيله عبايات برضه من فرنسا. فالحاجات الشغل اللي عنده او الهدوم اللي عنده كويسة جدا. قلت ما فيش مشكلة، اديني العنوان بتاعه وانا اروح له. المهم، وفعلا ما كدبتش خبر ورحت. قلت له صباح الخير، قال لي صباح النور. قال لي عايزه ايه؟ قلت له عايزه عبايه. قال لي يعني بمقاسك؟ قلت له اه بمقاسي. قال لي انت كام كيلو، يعني كام وزنك؟ قلت له 90. قال لي انا معظم العبايات اللي عندي يعني ممكن 80 70 كيلو، ف 90 هشوف الدنيا. قلت له لا لا لا، لا هتلاقي، انا واثقه انك هتلاقي. المهم دخلت الباترينا، هو محل صغير كده، نظام باترينا. بعد كده ايه، قعدت اتفرج. بصراحة اول ما شفت العبايات انبهرت بيها. عبايات جميلة، عبايات خليجي وعبايات مستورد و... ومحلي، يعني في كل انواع العبي. بصوا عندكم العبايات السوداء والبيضة والزرقاء والحمراء، حاجات كتيرة جدا، مش بس عبايات، حاجات كتير تانية. المهم يا جماعة، بصراحة انا كنت يعني يعني بكتر الحاجات الحلوة الكتيرة اللي انا شفتها عنده والهدوم، انا احترت اشتري ايه ولا ايه. طب دي محتارة حاجات كتيرة جدا. المهم، فيهم عباية سوداء خليجي هي الوحيدة اللي عجبتني، بصراحة عجبتني قوي، وهي الوحيدة اللي طلعت على مقاسي. أنا بصراحة يعني لقيت نفسي مرسومة رسم عليها. المهم الراجل قال لي ايه، وبصيت ما النهاردة فعلا هي دي البداية بتاعتها، الموقف اللي حصل لي مع صاحب الباترينا. بتمنى يا جماعة أما أكمل بقية القصة، بتمنى تقدروا مجهودنا وتعبنا في سرد القصص، وتعملوا لنا إعجاب للفيديو ده والقصة اللي احنا بننزلها. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. لما تعملوا اشتراك في القناة تأكدوا إن أي فيديوهات احنا بننزلها في القناة هيوصلك بيها إشعار. بس أهم حاجة يعني تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان أي فيديو ننزله جديد يوصلك بيه إشعار، ومجرد ما يوصلك الإشعار تدخل تشوف وتشاهد. تمام، فقدرنا عشان نقدرك. بتمنى، لا مش هتخسر أي حاجة لو نزلت عملت لايك، مش هتخسر أي حاجة لو نزلت وعملت اشتراك في القناة. يعني عادي، هو الاشتراك أساسا مش هيدفع حاجة، بالعكس، ده انت مجرد ايه ضغط زر كده، ضغط الزر خلاص اشتركت. وكمان نفس الموضوع الإعجاب، ضغط الزر. المهم، نرجع لمرجوعنا ونرجع لقصتنا.
وعلشان نقول ايه اللي حصل بعد كده، اللي حصل بعد كده بكل بساطة يا حبايبي ان في موقف حصل لي مع الشخص دوت. الموقف كان غريب جدا. قال لي انت طبعا في عباية عجبتك؟ قلت له اه بالظبط كده، العباية دي عجبتني وحلوة قوي. قال لي تمام ممتاز كويس جدا انها عجبتك. قال لي بس قبل ما تشتريها، هي طبعا لسه كانت مجرد موديل قدامي كده فاهمين، يعني انا شفت العباية بس برضو كانت لسه مجرد موديل. قال لي ما ينفعش تشتري حاجة لازم تقيسيها. قلت له انت شايف كده يعني عايزني اقيسها؟ قال لي اه لازم تقيسيها. قلت له تمام ماشي هقيسها. المهم يا جماعة، في ستارة كده هو عاملها تقريبا مكان ان الواحدة مثلا ممكن تقيس فيها هدومها وكده. فعلا اخدت العباية ودخلت جوه قستها. الراجل ده عمل معايا ايه؟ اول مرة استنى شوية، اول مرة قعد في مكانه ومرضيش يتحرك. بعد كده طلعت قلت له حلوة ايه رأيك؟ قال لي جميل. قال لي تلف كده. لفيت. قال لي تمشي كده قدامي. مشيت. بعد كده يا جماعة ما اعرفش الراجل ده حصل له ايه، بعد كده اتبرجل. قال لي معقولة كل الجمال والحلاوة والأنوثة دي فيكي؟ قلت له لا. رديت عليه وقلت له يعني للدرجة دي أنا حلوة؟ أن أنت عسولة قوي. قال لي تعرف أقول لك على حاجة؟ قلت له اتفضل. قال لي أنت أجمل ست، نورتيني وشرفتيني هنا في المحل. قلت له للدرجة دي؟ يعني ما شفتش ستات أحلى ولا أجمل مني قبل كده؟ قال لي بصراحة أنا شفت كتير بس مش أجمل منك. أنت عندك مقومات، حاجات عالية وحاجات كبيرة عمري ما شفتها في أي واحدة غير فيك. قال لي ما كنتش أعرف إن العباية هتبقى حلوة أوي عليك كده، وليكي حق إنك أنت تحبي العبايات خصوصا السوداء السمراء. وأساسا ليه معظم الناس بتعشق العبايات السوداء؟ لأن اللون الأسود هو ملك الألوان. يعني فاهمين يا جماعة؟ يعني اللون الأسود فعلا هو ملك الألوان، لون جميل وجذاب جدا. المهم بصراحة وقتها الراجل اتبرجل دماغه. أول ما شافني كده قال لي معقولة كل الأنوثة والجمال والحلاوة دي؟ قال لي بقولك إيه، طلع لي عباية تانية وقال لي خدي قسيها كده. وفجأة يا جماعة أنا وبقيس العباية الستارة اتفتحت. ما أقولكوش بعد كده حصل إيه. انتوا عايزين تعرفوا إيه اللي حصل؟ لأن القصة دي طويلة جدا فما ينفعش أقولها كلها في جزء واحد أو في فيديو واحد، عشان كده هقسمهم لجزئين أو 3. فلو فعلا عايزيني أكملكوا بقية القصة هتعملوا لايك للفيديو دوت إعجاب يعني، واشتراك في القناة واستنوا مني الجزء التاني. متنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لايك للفيديو ده. يلا اشوفكم على خير في قصة وحكاية جديدة. مع السلامة.